قال لك مستبصر من المالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها حياك الماضي، الله. تكلم عربي وإنجليش؟ نعم. لا عربي، فهو تماشق أمازيغي. العربي. أنا ما أتكلم أمازيغي. أنت إيش؟ أنت سني أم شيعي؟ كنت سني بس الحمد لله شيعي. طيب، الحمد لله أنك شيعي. طيب، أنا سؤالي الحمد لله. لكل شيعي، أنت ربما تجيب عن هذا السؤال. طيب، نعم نعم. أين يقول الله في القرآن؟ أعطني آية واضحة تقول اتبعوا أهل البيت في القرآن. الصلاة الآن سأجيبك بنفس الطريقة. الصلاة الآن هي مثلا صلاة العصر 4 لا لا ركعات. لا، ما أين سألتك سؤال، علمت الشيعي أن ما يجاوب. الصلاة 4 ركعات؟ أنا ما سألتك هذا السؤال، أنا سألتك، شوف، أنا ما قلت لك أعطيني في القرآن أين يقول نعم الله اتبعوا علي وحسن نعم الحسين. أنا أقول لك على المبدأ. مثال ذلك الصلاة، الله يقول أقيموا الصلاة. طيب، فيه الصلاة، صلاة العصر مذكورة في القرآن. أنا أتكلم عن مبدأ أهل البيت. أين الله قال اتبعوا أهل البيت في القرآن؟ آية واضحة. صوت عندك. أنا أجيب أخي العزيز، لا تستطيع أن تقول القرآن فقط، هكذا أنت تعتبر أنا قرآني. نحن أخي، نتمسك بالكتاب والسنة. اسمع. فهمت علي؟ أولا يعني ما تستطيع تقول فقط قرآن، هكذا أنا ما أنت قلت قرآني. يا أخي، ما فيه في القرآن ولا ما فيه؟ نعم هل يوجد في القرآن الله يقول اتبعوا أهل نعم. البيت؟ ذكر على البيت عليهم السلام في كثير من الآيات، في كثير خلاص، من أعطيني آية، الآيات، أعطيني لكن آية لا قل تستطيع أن اتبعوا أهل تقول البيت. فقط من القرآن، هذا غير صحيح، هكذا أنت تركت السنة. شوف، دخلت علينا قلت الحمد لله أنا شيعي. لماذا تحمد الله على دين غير موجود في القرآن؟ تقريبا دقيقتين الآن ما جاوبنا عن سؤالي، جنتني يا أخي. أعطيني آية في كتاب الله. موجود في القرآن أعطيني يا أخي، أعطيني، تفضل. عندما نزلت. ها، طيب. أعطيني، تفضل. الحمد لله على الشيعة. عندما أسلم جماعة من اليهود وجاءوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا يا رسول الله، طيب دعني أعطيني وقت. هذه قالوا يا ليست رسول آية، الله، هذه من ليست هو آية، وليك فينا من بعدك؟ هذه ليست نزلت آية، لا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا هذه والذين ليس. يقيمون اسمع يا أخي، الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم نعم هذه الآية واحدة لكي نفهم. فهذه الآية وهي في سورة المائدة، وسورة المائدة تتكلم عن الموالاة بين المؤمنين بعضهم البعض نعم والبراءة من الكفار. فهذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وليكم وهم راكعون. ورسوله. هذه الآية غير واضحة، لأن الذين آمنوا جمع، يقيمون الصلاة جمع، ما تتكلم عن آل البيت أصلا، فليس لا واضحة. لا لا، أعطيني آية هي واضحة، تتكلم تفضل. عن الإمام علي سلام الله عليه. غير واضحة، ما تقول ما قالت. وهنالك ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع يا أخي، أنت ليس واضحة. لا اسمع والله. اسمع يا أخي، اسمع واحدة. إذا سألتك ما اسمك طيب لا تقول وإنه أبي يسوق المرسيدس. هذا ليس سؤالي. واحدة لكي نتفهم بعضنا بعض. أنا سألتك عن آية واضحة. الآية الواضحة مثال ذلك الله يقول، اسمع، الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر كيف ذكر الله اتباع المهاجر والأنصار، واضحة بينة. هذه لو قرأت هذه الآية على امرأة الحاجة فاطمة في العراق أو في كينيا تفهم معنى المهاجر والأنصار. أما الآية التي استشهدت بها هذه غير واضحة. فسؤالي مرارا، أعطيني آية واضحة تقول اتبعوا أهل البيت. آية واضحة تقول أنا البيت يا أخي العزيز، أنت هكذا يعني قرآن يعني. لا، ما أريد قرآن، أريد أنت الإنجيل، قرآن التوراة. يمسن، أعطيني من قل لي التوراة، حتى أفهم يعني. أعطيني من التوراة. أعطيني آية واضحة تقول أن الصلاة الظهر 4 ركعات. والله يا أخي بيجنني. أعطيني. أنت كيف أصبحت أخي شيعي؟ العزيز، أنت أعطيني آية واضحة تقول أن الصلاة هي 4 ركعات. لا، من قبل أن أعطيك آية واضحة تقول أن الصلاة هي 4 ركعات. لا، اسمع. أما قبل أن أعطيك آية أو لا، أنا سألتك سؤال، أنت قلت لي في القرآن آيات واضحة تقول اتبعوا أهل البيت، صحيح؟ نعم
هي أعطيني الآية تفضل. ذكرت هي لك ليس الآية واضحة، الأولى قبل قليل ليس واضحة. وغيرت تأويلها. أنا أنت كيف غيرت أولها تأويلها آية؟ أخي العزيز. إنما وليكم الله ورسوله، هل معنى بأن الله هو طيب؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذين جمع مذكر، الذين. طيب، نعم. فالذين هذه لا جمع، هي هذه جمع، تعظيم هذه غير الواحد واضحة. المعظم اسمع نفسه لي، في اللغة اسمع العربية، لي يا أخي تعظيم الواحد. اسمع لي يا أخي الكريم، هذه ليس واضحة، هذه الآية ليس واضحة، لأن هذه الآية أنت أتيت بحديث لكي تفسرها، وهذا الحديث موضوع. طيب، ثانيا هي غير واضحة. فأنا أعطيك آية تقول اتبعوا المهاجر الأنصار.